ممكن يكون ميت، واللي في المقابر ده ممكن يكون صاحي. ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت. يبقى الذاكر حي حتى لو ساكن المقابر. تقول لي في ذاكر ساكن المقابر؟ ايوه، حديث في البخاري، هتروح بعيد ليه؟ ان كان ذاكر بسبحته ولا بقرانه. كتير من الامثله بتاع البخاري بيقول الحديث مروي عن سيدنا انس بن مالك قال: ضرب احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر وهو لا يحسبه قبر. يعني زول مسافر في الصحراء جاي راجع على المدينه، وبعدين ضرب، يعني ايه؟ يعني بالليل نصب الخيمه بتاعته، ضرب على قبر وهو لا يحسبه قبر، فسمع من القبر سورة الملك. لما سمع سورة الملك استغرب، يا اخوانا في زول ميت وبيقرأ؟ فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ضربت على قبر ولا أحسبه قبر فسمعت من القبر سورة الملك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان صاحبها في الدنيا وهو صاحبها في الآخرة. يعني سورة الملك دي كان بيقراها في الدنيا وهو برضه بيقراها في الآخرة، والراجل ده سمعه. يعني الميت ده ذاكر يبقى مش ميت، يبقى حي، واللي ماشي على ظهر الأرض مش ذاكر هو ميت وهو في الحياة الدنيا، ودكها حي وهو في الحياة الآخرة. ادي الفرق بين الميت والحي. مش اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي ميت والصحابه ماتوا، احنا الميتين، لان هم كانوا ذاكرين واحنا ما ذاكرين، احنا غافلين. والغافل هو الميت والذاكر هو الصاحي. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت. يقول لك: ما احنا كلنا ذاكرين ربنا يا اخي. ازاي يعني؟ يعني ايه كلنا ذاكرين ربنا؟ يقول لك: ما انت لما بتعامل الناس بكويس يعني، وتبيع تشتري، والتاجر يتعامل بأمانة، والفلاح يخلص في شغله، ما ده ذكر لله. لا تخلط العبادات، لا تخلطها مع بعضها. ما هواش ما تقوليش دي نخبط دي تطلع دي، لا. لو كل العبادات زي بعضها كان الصلاة تغني عن الصوم، وكان الصوم غنى عن الزكاة. اللي بيصلي اسمه مصلي، واللي بيصوم اسمه صائم، وسماهم الله وسماهم رسول الله. ما تسميليش الذاكر متقي، لا، تقوى الله. أنا لو تاجر ببيع وبشتري وبالحلال اسمي متقي، تاجر أتقي الله سبحانه وتعالى في بيعي وفي شرائي وفي فلاحتي وفي مصنعي. دي اسمها تقوى الله، ما اسمهاش ذكر الله. ما تخليش التقوى بالذكر. التقوى حاجة والذكر حاجة، الصلاة حاجة والصيام حاجة. ربنا قال اذكر ربك، ما تقولش اذكر ربك يعني اتق الله، لا. الذكر والتقوى والصلاة والصيام كلها مسميات بأشيائها في عالم الفقه، ولكن مثل هذا يبتغي الخلطاء تخلطون للناس دينهم فيختلط عليهم الأمر وينسوا. يعني أنا لو جيت قعدت أكلمك إن تلاوة القرآن تغنيك عن التسبيح، إزاي؟ ربنا قال اذكروه وقال سبحوه وقال اقروا قرآن، واحد اتنين تلاتة، تقول له كل واحد ليه؟ إزاي يكون كل واحد؟ ربنا قال اذكروني وقال اذكر اسمي وقال سبحوا وقال اقروا قرآن، تقول لي قراية القرآن هي التسبيح، هي الذكر، هي ذكر الاسم؟ لا، ده خلط في الدعوة ليعيش المسلمون في وهم ويسهل قيادتهم، زي ما سهل قيادتنا دلوقتي. أي حد بيفكر إن الذكر هو القرآن بس، مع إن ربنا جاب صنفين الذكر، بكرر وبعيد وبقوله تاني. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت يعني خافت. يبقى ذكر الاسم الله بيخليك تخاف من الله. وإذا تليت زادتهم إيمانا. الذكر طالبنا فيه بالكسرة والقرآن بالتيسير. يبقى واحد إزاي يا أستاذ؟ لما قال اذكر ربنا قال اذكروا ذكرا كثيرا، الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولما جه يتكلم عن القرآن قال: فاقرأوا ما تيسر
ويتيسر وكثيرا. تركب الفعلين والأمرين مع بعض كيف؟ هذا يكون خلطا في كتاب الله تعالى، وهذا هو عدم الفقه ذاته الذي أخرج الناس، أبدلوا صلاتهم بزكاة وزكاتهم بصيام، فصار الدين خلطا مخلوطا. أنت مش في دكان عطور علشان تقول والله تحط ده كده عشان نجرب الريحة تبقى بتاعته إيه، نحط شوية قرآن على شوية تسبيح. مفيش حاجة اسمها شوية، فكل شيء يحتاج إلى الخبرة، والخبرة قد طالبنا الله بها في قرآنه. قال الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال تاني اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر تدي العيش لخبازه، أروح للخباز أقول له شوال العيش ده بيقطع كام رغيف، إنما أنا لو رحت لي ترزي ولا خياط أقول له شوال العيش ال100 كيلو قمح يسوي كام رغيف، ماله هو ومال الموضوع. ولذلك كل حاجة عندها أهلها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل الدين تخصص. النبي كان الكامل الجامع الشامل، إذا سئل في القرآن نزل عليه، إذا سئل في السنة قوله وفعله وإقراره وصفته، إذا سئل في الفقه فهو أبو الفقه وأبو التشريع، إذا سئل في المعاني فهو أول من يعلم كتاب الله وقد أنزل عليه كتاب الله، إذا سئل رسول الله في اللغة فهو النبي الأم. الأمي أي الأم، مش الأمي يعني الجاهل، النبي الأم الذي هو كل شيء في الدين والدنيا، ليس كما يقول الناس ويدعي المنافقين أن رسول الله ليس له في أمور دنيانا شيء. هذا الحديث قيل المنافقين واتخذه بعض الوسطيون ليقولون أن النبي لا يدري عن حياتنا الدنيا، بل والله يدري. حتى الاستئذان يستأذن رسول الله في كل شيء، حتى في السفر يستأذن. هذا هو رسول الله، ولكن لمن؟ ليس للمنافقين. قال المنافقين أنتم أدرى بشؤون دنياكم، ولكن المؤمنون كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هذا رسول الله، ومن منا يكون رسول الله؟ كل منا يستحمل جزء، يا إما أنا أبقى مفسر للقرآن، يا إما أنا أبقى بتاع نحو، يا إما أبقى بتاع فقه، يا إما أبقى بتاع حديث، يا إما أنا يعني فقه العبادات أكون شاطر فيه، ومن الشاطر فقه المعاملات. لا يمكن أن أكون جامعا شاملا كرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول حيا وميتا كما قال الحبيب حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، ففي حياتي يحدث منكم ويحدث لكم فأعلمكم، وبعد مماتي تعرض علي أعمالكم، فما وجدت فيه من خير حمدت الله، وما وجدت فيه من سوء استغفرت لكم. اللهم آمين بجاه حبيبك ونبيك ومصطفاك، اجعله يستغفر لنا كي يغفر الله لنا، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وإلى أن نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان من خلق الحقيقة أولا، نور النبي معلم القرآن، فالشمس ذات والمنير محمد، والنجم آل البيت في الفرقان. سبحان من خلق الحقيقة أولا، نور النبي